حد مشهور في مذبحة القلعة الأولى هو أمين بيك، لأن هو الوحيد اللي فلت بجلده وهرب، وطريقة هروبه هي اللي خلته مشهور، وده بعد ما خد أصعب قرار ممكن أي حد يفكر فيه في حياته. تعال أجيب لك القصة من الأول. في 1811 محمد علي طلع لايف على التيك توك يعزم فيه المماليك كلهم، وقال لهم تعالوا افرحوا معايا، توسن ابني كبر وبقى محارب قد الدنيا وخارج بجيش للحجاز، وعشان تبقى أكبر حفلة في مصر عزم إخواته بتوع السوشيال ميديا. المماليك قالوا لك بس كده، هي النفسية محتاجة حفلة، وكمان نشوف إيه حكاية الراجل الجديد ده. والكل راح ومتشيكين على الآخر، وأول ما دخلوا الممر الأبواب كلها اتقفلت وضرب نار يمين وشمال. الأستاذ أمين بيك بياخد قراره قبل ما يفكر فيه، وقال أنا مش هموت مضحوك عليا، وشد الجام الحصان ونط من فوق سور قلعة صلاح الدين ونجا بنفسه. الموضوع يموت أو اتسكت عليه؟ لأ، إبراهيم باشا بقى حب يعيد نفس اللي عمله أبوه، وقال طب ما نجرب احنا كمان ونخلي الانتصار انتصارين. وفضل يخطط ويرسم ويبعت ناس تتطقص، وبعدها بسنة في 1812 فعلها إبراهيم باشا وبقى صاحب مذبحة القلعة التانية. المماليك اللي مرحوش الحفلة واللي عرف يهرب زي أمين بيك وقتها جريوا على الصعيد، ومنها للنوبة ودنقلة. وفي كتاب إدريس أفندي في مصر، وهي مذكرات الفنان والمستشرق الفرنسي بريس دافين، الكتاب بيحكي ويقول إن المماليك اللي هربوا عاشوا فترة صعبة قوي في الصحراء والجبال، ولما عرف إبراهيم باشا مكانهم وتأكد بعت لهم عرض صلح يرجعوا ويعترفوا بحكم محمد علي وسيتم العفو عنهم. طالع لأبوه ماكر وعرف يخدعهم تاني وهم بيموتوا في التوكسيك، وصدقوا وما عملوش بكلام عمرو دياب لما قال ما افتكرش احب تاني، صعب اغلط مرتين. المماليك جمعوا نفسهم في اسنا وكانوا حوالي 400 مملوك، ولما اتجمعوا امر وقتها ابراهيم باشا يتقتلوا كلهم في يوم واحد، وبقى اسمها مذبحة القلعة التانية. والمؤرخين سموها كده لانها كانت بتكمل المذبحة الاولى، وتم القضاء على جميع المماليك في مصر الا عدد منهم اللي هم اعترفوا بحكم محمد علي او اللي هربوا بره البلد.